السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وصفة النهاردة هي وصفة عادية جدا وكلنا عارفينها. بس أنا تخلي بنوتة بتقولي لو سمحتي يا طنط، أنا كل ما بعمل المرتة بحشي الفراخ بالمرتة. المرتة بتطلع معايا بتقرمش، البصل ما بيستواش، وجربت تعملها كذا مره بس برضو بتفشل معاها. فانا حبيت ان انا اقول الطريقه على العام، لان في بنوتات بتبقى مش لسه مبتدئه في المطبخ ومبقاش عندها المعلومه الكافيه، فقلت اقولها على العام علشان الكل يستفاد. اول حاجه هنسمي الله. طبعا عندي بصلتين متقطعين قطع صغيره. طبعا انا حطيت عليهم نص معلقه كمون ونص معلقه فلفل اسود، وحطيت عليهم رشه جوز الطيب، وطبعا رفعتهم على النار لحد ما بقوا بالشكل ده. طبعا هي كده المرتة معايا مستويه تمام. عندي هنا الفرخه. طبعا الفرخه بقى اي حجم انت جايباه تمام. هجيب المرتة دي وهحطها في قلب الفرخه. بسم الله. طبعا الفرخه مغسوله كويس ومنقوعه في ميه وملح ودقيق وليمون علشان نتخلص من ريحه الزفاره. تمام بالشكل ده. طبعا حجم الفرخه بيرجع لك الحجم المناسب ليكي، بس اهم حاجه ان انت تسوي المرتة كويس قوي قبل ما تدخليها في الفرخه. تمام. طبعا هنا انا دخلت المرتة في الفرخه. طبعا عشان نقفلها كويس قوي هنجيب خله اسنان. بسم الله. وطبعا هنبدا بالطرف الاول ندخل خله الاسنان في الجلد بالشكل ده ونقفلها كده. طبعا لو مش متوفر عندك خله اسنان تقدري تستعملي الابره والخيط عادي، بس تكون ابره نظيفه ما استعملتهاش في الخياطه قبل كده، او تكون ابره مخصصه للمطبخ. تمام. انا قفلتها بالخله بالشكل ده. تمام. تعالوا بينا نشوف الخطوات اللي بعد كده. في حله على النار هنزل بنقطه زيت. تمام. وهنزل كمان بفصين من المستكه، بس يا ريت لو المستكه بتاعتك حاميه ما تكتريش منها لانها بتدي مراره في الشوربه. وفصين حبهان انا بفصصهم بالشكل ده. تمام. بسم الله. وطبعا عندي بصلتين. طبعا هنزل بالفرخه. بسم الله. بحب اشوحها تاخد من ريحه وطعم المستكه والحبهان. هنا انا سبتها تتشوح حوالي دقيقتين مع البصل والمستكه والحبهان. هنزل عليها بالميه. بسم الله. وهسيبها تغلي علشان اشيل الريم وارجع لكم تاني. طبعا هنا الفرخه معايا قلبت، يعني الشوربه بتاعتها بتغلي، فانا هشيل الريم بتاعها. تمام. علشان ده ما ينفعش يتساب خالص، بيتشال تماما لحد ما الشوربه بتبقى معاكي رايقه وبيضه. ماشي. طبعا انا شلت كل الريم اللي على الوش والشوربه بقت ما شاء الله نظيفه معانا. هنزل عليهم بنص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون او نص وثلاث ورقات من الورق اللورا. تمام. بسم الله. هغطي عليها بقى. انا قلبت الفرخه على الوش التاني، هغطي عليها بقى واسيبها تستوي. وتعالوا بينا نشوف الخطوات اللي بعد كده. عندي حله على النار نزلت بيها بمعلقتين من الزيت بالشكل ده. وعندي هنا بصله متقطعه قطع بالشكل ده. هنزل بيها في الزيت. بسم الله. طبعا انا هعمل ان شاء الله مع الفراخ هعمل معاها سبانخ. تمام. بتبقى جميله جدا في الموسم بتاعها، وغنيه بالحديد والفيتامينات والمعادن، خصوصا للاطفال. فانا بحب اعملها في موسمها يعني. تمام. انا هنا جهزت البصله. طبعا هي هتدبل وتصفر بس معانا. تمام. كده البصله اخدت معايا اللون الاصفر شويه، ده اللي انا محتاجاه. تمام. وبعد كده هنزل عليها بقى بالسبانخ. تمام. كده هنزل بالسبانخ. بسم الله. طبعا السبانخ ببقى منضفه عليها كزبره وشبت وبقدونس. تمام. هقلبها كويس
مع البصله، وهسيبها لحد ما تدبل خالص. تمام. قلبت السبانخ كويس مع البصله، هسيبها لحد ما تدبل خالص وتنزل كل الميه اللي فيها. تمام. طبعا هنا السبانخ دبلت خالص، نزلت الميه اللي فيها. تمام. هنزل عليها بعصير كوبايه طماطم. تمام، كوبايه واحده اللي انا بحطها، لان انا يعني هنا ولادي وجوزي مش بيحبوها تكون حاميه قوي، بتكون طماطمها كتير. تمام. فانا بنزل عليها بعصير الطماطم وبسيبها تاخد قلبتين، وبعدين بكملها بالشوربه. تمام. مش بيحبوا الصلصه تكون فيها كتير، بس انت لو حابه تعمليها بالطماطم يعني المتاحه ليكي او اللي انت بتحبوها، طبعا مفيش اي مشكله، انا بعملها بالمناسبه ليا. تمام. طبعا هظبط لها الملح. بسم الله. طبعا عندي السبانخ اخدت غلوتين كويس قوي على النار ومع الصلصه. فانا دلوقتي هنزل عليها بمغرفتين من الشوربه. شايفين ما شاء الله الفرخه بدات تستوي. هاخد منها مغرفتين شوربه. بسم الله. وهحطهم على السبانخ. بسم الله. بسم الله. طبعا هنقلب. طبعا هنا السبانخ انا زودتها الشوربه، هسيبها تاخد قلبتين على ما اجهز لها الدقه بتاعتها. في طاسه على النار هنزل بمعلقتين زيت. تمام. وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. انا طبعا كنت عاملاه معاكم على القناه. تمام. طبعا الثوم معايا بياخد لون. تمام. بس ميبقاش لون غامق قوي بالشكل ده. وهنزل على الثوم بمعلقه كزبره ناشفه. بسم الله. طبعا دي معايا طشه السبانخ. هنزل بالطشه على السبانخ. بسم الله. ما شاء الله. طبعا الريحه بتختلف تماما لما بتضيف الطشه كمان، تبقى ريحتها جميله جدا. بسم الله. وبسيبها تاخد بقى قلبتين على النار، وبعدين بطفي عليها. طبعا هنا الحمد لله انا خلصت الغدا. شايفين ما شاء الله الفرخه اللهم بارك، طبعا مستويه وما شاء الله كل حاجه فيها مظبوطه. طبعا السبانخ طبعا برضو خلصت الشكل النهائي بتاعها. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. ربنا يديم علينا الستر وفضله وكرمه يا رب. كده بيكون وصفة النهاردة خلصت معانا. أتمنى البنوتات اللي كان عندهم مشكلة مع المرتة يكونوا وصلت لهم المعلومة صح. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.